خطة المحتوى. زي ما قلنا قبل كده كتير إن المحتوى هو روح التسويق، علشان كده لازم تحدد خطة المحتوى اللي أنت هتشتغل عليها. هل أنت هتشتغل UGC ولا هتشتغل EGC ولا هتشتغل PGC ولا هتشتغل Influencer Content؟ طبعا كل الكلام ده احنا هنحتاج ان احنا نعرفه. اليو جي سي اللي هو اليوزر جنريتد كونتنت، لازم تجيب حد مستخدم للمنتج بتاعك وهو اللي يعمل المحتوى. ممكن يكون ده من تيم الماركتنج عندك في الشركه، هو بيستخدم المنتج، سواء منتج كوزماتيك، سواء منتج انترتينمنت، سواء منتج educational، بغض النظر عن المنتج بتاعك. فده اليوزر جنريتد كونتنت. ولا هتشتغل امبلوي جنريتد كونتنت، ان انت تخلي الموظفين بتوعك يطلعوا يقولوا المميزات بتاع المنتج او الخدمه بتاعتك ويقنعوا الناس بالمميزات دي عشان يشتروا. ولا انت هتشتغل البي جي سي اللي هي البراند جنريتد كونتنت، اللي انت تشتغل على البراند، وده اقوى نوع من انواع المحتوى، اللي انت بتقوي البراند بتاعك، ان انت بتخلي الناس تربط البراند بتاعك بالمنتج ده. خلاص انا بالنسبه لي لو انا هبيع منتج كوزماتكس، الناس ربطت البراند اكس بالمنتج ده، فبالتالي لو اي حد من الجمهور عايز يشتري المنتج ده، انت اول واحد هتيجي في دماغه.